طب صلى على النبي ويلا بينا انا وانت ان شاء الله باذن الله باذن الله ربنا هيكرمنا ونجيب الاربع درجات باذن الله. خلاص تستعين بالله مع اخوك عمر ويلا بينا نضمن نضمن ايه بقى؟ نضمن الاربع درجات دول، ولما نطلع بالامتحان باذن الله يا ابني والله الاقي ربنا كده جابر بخاطرك يا رب. انت مش ماشي خلاص يلا. سم الله وقول ورايا لا اله الا الله والحمد لله والله اكبر وسبحان الله ولا حول ولا قوه الا بالله. يا رب وفقنا يا رب وفقنا يا رب وفقنا يا رب وفقنا. تعال احنا احداث القصه في دماغك خلاص ماشي، الاحداث بتاعت القصه في دماغك. طب عمر هو انت هتعمل لي ايه دلوقتي يعني؟ قال لك بص انا هقول لك القصه ماشي خلاص انا قلتها لك، ودلوقتي انا هقول لك الشخصيات مع ان انا قلتها لك قبل كده بس تاني. طب بعد كده يا عمر انا هقول لك 5 اجابات. ايه يا عمر؟ هقول لك 5 اجابات ماشي. ال5 اجابات دول خدهم حطهم في دماغك. يعني ايه يا عمر حطهم في دماغي؟ يعني بصمج. يعني ايه يا عمر ابصمج؟ يعني الوزاره الحل والتدريب الكتير وحل من كذا مصدر وكل الكلام ده ما جابش نتيجه. اديك شفت في الكيمياء نعمل ايه؟ نبصمج. طب يلا احنا هنعمل ايه دلوقتي يا عمر؟ هنبصمج 5 اجابات ماشي. ال5 اجابات دول يا عمر على ضمانه اخوك عمر السخاوي باذن الله ربنا يكرمنا. يعني لو ما جاش من ال5 اجابات دول يبقى انت فيك حاجه. طب يبقى انت بقى دفعه حسب يعني كده ماشي. ال5 اجابات دول هيجي لك منهم سؤالين القصه، وهنفتكر الكلام ده بعد الامتحان باذن الله. طب سؤالين القصه اللي هيجوا لي دول يا عمر انت هتشوف ايه الاجابه المناسبه من هنا، وهقول لك تجيب الاجابه المناسبه ازاي. مش هسيبك لدماغك لان انت ما بتعرفش تعمل اي حاجه في العالم. خلاص ماشي تيجي يلا نبدا. تعالى اول حاجه بس نمشي كده واحده واحده انا وانت. انا عندي يا عمر ذا كاونت اوف مونتي كريستو ماشي، اللي هو الكاونت يعني دي مونتي كريستو، ايوه اللي هو رئيس جزيره مونتي كريستو ماشي. قال لك تعالى بقى نعرف الشخصيات المهمه. اول حاجه يا عمر اول حاجه انا عندي ادموند دانتي ماشي يا عمر. ماله ادموند ده يا عمر؟ تعال نبص على انا وانت. يبقى اول شخصيه ادموند. قال لك ادموند ده اونست سيلر، ده يا عمر بحار شريف بحار امين، وامبريزوند unfairly، وكمان امبريزوند سجن ظلم، سجن دون عدل، سجن بدون عدل ماشي. وقال لك becomes the count of Monte Cristo، وقال لك اصبح رئيس او اصبح هو الكاونت دي مونتي كريستو ماشي. وقال لك كان هو دايما seeks justice، كان دايما بيسعى لتحقيق العداله. ده ادموند. خش على اللي بعديه كان مين؟ انا بفكرك بالشخصيات. مرسيدس. قال لك مرسيدس دي كانت ادموند ترو لاف، مرسيدس دي كانت الحب الحقيقي لادموند، البنت اللي كان بيحبها ادموند، بس للاسف قامت راحه لفرناند عشان فلوسه وقالت له تعالى يا فرناند تعالى يا حبيبي ادموند خلاص مش هيرجع من السجن تعالى اتجوزك ماشي. فنيجي لعمنا فرناند. قال لك فرناند ده قال لك ده جيلز، قال لك ده اللي هو يا عمر الغيور ماشي، اللي هو ريفر اللي خان ماشي، بيترياس اللي هو برضو خان ادموند، and marries مرسيدس وكمان اتجوز مرسيدس ماشي. دانجلرز الخاين التاني. قال لك ده جريدي ده كان يا عمر جشع. يبقى الكلمه دي مهمه جدا جدا جدا. لو جه قال لك مين اللي كان جريدي يا عمر تقول له دانجلرز ماشي، دي مهمه. جشع عمر بس ما في كلمات مهمه. تعالى حبيب قلب عمر كاتب لك كل الكلمات المهمه اللي في القصه. عمر طب هم كتير دول 20 كلمه. تعالى انا بقول لك احنا هنجيب ال4 درجات والله باذن الله. طب يلا. فقال لك ان دانجلرز ده قال لك ده جريدي بانكر ده مصرفي جشع. قال لك ده اللي هو who helps معذره betray ادموند، ده يا عمر اللي خان ادموند. كلام جميل. يبقى هو ده اللي خان ادموند ماشي. تعال هنيجي بعد كده لفيلفورت اللي هو وكيل النيابه. قال لك ده يا عمر اللي هو prosecutor، ده يا عمر اللي هو وكيل النيابه. بيقول لك who imprisons ده اللي سجن ادموند to protect himself عشان يحمي نفسه ويحمي باباه. قال لك يبقى المدعي العام الذي سجن او سجن ادموند لحمايه نفسه. هنيجي بعد كده كادروز ماشي. قال لك ده false friend، قال لك ده صديق مزيف مش صديق حقيقي لادموند، ما كانش صديق حقيقي لادموند.
الابا فريه. ماشي، واحده واحده واحده، انت ده بقى زي ما انت عايز تنطقه، فريه النطق اللي انت عايزه خلاص، عشان بس هتعبت من الاسم ده. ماشي. قال لك ده يا عمر ماله؟ قال لك دي بقى الشخصيه الحلوه اللي موجوده في القصه. فاكر مع مين؟ مع مورل، اللي هو يا عمر كان صاحب السفينه اللي كان عليها القبطان، اللي ندم ادموند قال له خد يا ادموند يا صغير، تعال انا هخليك تمسك انت القياده، وخد الاسرار دي وخد الاجابه دي. خلاص ماشي. قال لك بقى الابا فريه ده اللي هو قابله في السجن، عمل معاه ايه يا عمر؟ القلم مش راضي يشتغل ليه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ثواني اهو يلا. قال لك ادموند تيتشر، ده معلم ادموند، ادي اس الملكيه. ماشي. امبريزون، في السجن، يبقى بريزون يا عمر معناها سجن. ماشي. قال لك gives him knowledge، ده اداله يا عمر المعرفه. وكمان tells him about the treasure، قال لك وكمان اخبره عن الكنز اللي موجود فين؟ في الجزيره، اللي هو بعد كده هيروح في ايه؟ ثواني، ايه اللي حصل ده؟ اللي هو بعد كده هيروح الجزيره دي ويكون هو الكاونت دو مونت كريستو. ماشي. هنيجي بعد كده لحبيبتنا هايدي. ما حبيبتي يا هايدي، قال لك هايدي دي daughter اوف علي باشا، دي بنت علي باشا. قال لك she stays with Edmund at the end، فضلت مع ادموند للنهايه. يبقى هايدي دي اللي فضلت مع ادموند لحد النهايه، لحد ما خد بقى طاره وكل حاجه. مش جينا في الاخر لما قلت لك حته باريس لما بقى خلاص بقى مع هايدي؟ ماشي. طب عندي بعد كده ماكسيميليان او ماكسيميليان، النطق اللي انت عايزه. مورال، اللي هو اللويال اند بص هونرابل، اللي هو يا عمر شخص مخلص وشريف. يبقى يا عمر انا ال الشخصيات الكويسه ورا بعض اهي. اول حاجه فريا، بعد كده هايدي، بعد كده يا عمر مورال. ماشي. قال لك بعد كده بقى تعالى لاخر شخصيه. ثواني، دي اخر شخصيه. قال لك فالنتين فيرفورت، اللي هو يا عمر بص قال لك ايه؟ ماكسيميليانز ترو لاف، ده يا عمر اللي هو كان الحب الحقيقي لبنت مورال. ثواني، هو مين يا عمر فيلفورت؟ قال لك ده اللي هو وكيل النيابه. طب ويا عمر مين مورال؟ قال لك ده كان صاحب السفينه، الراجل اللي هو الكويس. ماشي. وكيل النيابة ده يا عمر كان عنده بنت، وصاحب السفينة اللي هو مورال ثواني كان عنده ولد. الاتنين دول حبوا بعض، ده شخص كويس وده شخص مش كويس. هل الحب ينفع يجتمع؟ الحب ينفع يجتمع تحت اي ظرف، حتى لو كان في شخص كويس وشخص مش كويس، الحب ملوش اي علاقه. ايه الشعر يا جمال يا حلاوه، انا ايه اللي انا بقوله ده؟ ماشي. فقال لك ان هنا كان مخلف ولد وهنا كان مخلف بنت، والاتنين حبوا بعض. جه بقى مين؟ جه عمك ادموند، اداهم الكنز اللي هو لقاه عشان يعيشوا حياتهم. خلاص، دي كده الحته دي. تعالى بقى انا وانت نصلي على النبي، منبه الذكر، اذكر وصلي على سيدنا محمد كده. تعالى يا سيدي صلي على النبي وركز. بص هنا بيقول لك themes، الموضوعات. ماشي. ايه هي يا عمر الموضوعات؟ يعني ايه الاسئله اللي هيسالك عنها باذن الله؟ خلاص، ايه الاسئله اللي هيسالك عنها في الامتحان؟ كم سؤال يا عمر؟ 6. كم سؤال يا عمر؟ 6. طب يلا. قال لك اول سؤال justice and injustice، العداله والظلم. عمر ايه الاجابه؟ هننزل تحت دلوقتي وهنشوف. طب revenge يا عمر اللي هو الانتقام. طب forgiveness and mercy، التسامح والرحمه. انا كل اللي انا بقوله لك ده انا هقول لك الاجابات دلوقتي، انا هقول لك تعمل ايه في القصه. ماشي. انا بس ايه عشان ابقى راضي ضميري بامانه، يعني عشان ابقى شرحتها، انما السؤالين كده. ماشي يلا. قال لك بعد كده عندي loyalty and betrayal، الوفاء والخيانه. معذره، loyalty اللي هي الوفاء، betrayal اللي هي الخيانه. ركز في الكلمه دي. طب قال لك hope and transformation، الامل والتحول لما خرج بقى من السجن وبدا ياخد الكنز ويعمل كل الكلام ده. great، الجشع ده يا عمر كان تبع مين؟ دانجلرز. بسم الله الرحمن الرحيم. اي سؤال هتلاقيه بيقول لك فيه ادموند، هتلاقيه بيقول لك فيه الكاركتر، هتلاقيه بيقول لك فيه الترانسفورميشن، التحول اللي حصل لادموند، هتلاقيه بيقول لك فيه الامل اللي حصل لادموند، هتلاقيه بيقول لك فيه الريفنج، الانتقام، العداله، forgiveness، التسامح، loyalty، personality، hero. اطلع على طول اديله الاجابه دي في وشه. طب ايه هي يا عمر الاجابه دي؟ بص بيقول لك ايه؟ بيقول لك ادموند دانتي is an honest brave
loyal and intelligent sailor, although he is betrayed by his friends and imprisoned unfairly, he never loses hope. During his years in prison, Abba Faria educates him and changes his life completely. غير حياته تماما الأبا فاريا ده after escaping بعد الهروب and finding that treasure بعد ما لقى الكنز. Edmund becomes the Count of Monte Cristo بقى هو الملك بتاع الجزيرة. At first he seeks revenge against في الأول هو كان عاوز بيسعى للانتقام those who ruined his life اللي كانوا قاسيين عليه في حياته واللي أذوه في حياته. ruined دي اللي هم كانوا قاسيين عليه يعني أو دمروا حياته. But in the end he realizes أدرك that forgiveness إن التسامح and mercy والرحمة are greater than hatred. ماشي. his journey بص بيقول لك إيه his journey الرحلة بتاعته دي represents courage. يعني ايه يا عمر؟ قال لك ان الرحله بتاعته دي بتمثل الشجاعه والترانسفورميشن والتحول justice العداله and personal growth. عمر مش فاهم حاجه لما يقول لك ادموند لما يقول لك ادموند يا عمر اصدقائه خانوه، لما يقول لك يا عمر ان هو سجن ظلم، لما يقول لك ادموند والابا فاريا، لما يقول لك ادموند والكنز، لما يقول لك ادموند والانتقام، لما يقول لك ادموند والتسامح، لما يقول لك ادموند والعداله او التحول او الشجاعه، انا عرفت يا عمر خلاص ايه هي الاجابه. عمر بس انا ممكن ولما اجي احل مش هعرف. عارف ال20 سؤال اللي موجودين في النماذج الاسترشاديه احلهم لك دلوقتي بالكلام ده. عمر هو انت دلوقتي محتاج ايه؟ بصمج لي. عمر معلش هو انا لما اخش انا هعمل دي كده؟ لا يا حبيبي ده انت شفت اول سطرين دول بس، دول اللي انت هتكتبهم. شفت اول سطرين دول يعني نقي سطرين من الاجابه دي. طب تعالى هوريك دلوقتي. طب بص بقى خلاص كده لو كلمنا عن ادموند. طب لو قال لك اي كلمه فيها بيتريال، اي كلمه فيها جاستس، اي كلمه فيها ريفنج، تعالى واحده واحده. بيتريال يا عمر اللي هي الخيانه، جاستس اللي هي العداله، ريفنج يا عمر اللي هو الثأر ان انت تاخد بطارك. ايوه قال لك اول ما اشوف اي حاجه من دول اجري يا عمر اختار لي دي الاجابه. تعالى لي ياض تعالى لي. لو لقيت كلمه بيتريال الخيانه، جاستس العداله، ريفنج الانتقام او الثار، جريد الجشع، تعالى فالنس الاشرار. قال لك لو لقيت عندك فرناند يا عمر اللي اتجوز مرسيدس، طب دانجلرز، طب يا عمر فيلفورت، طب مين كونفليكت الصراع الرئيسي، ليه اصلا ليه حصل صراع في القصه؟ بسبب ان كل دول خانوه. طب المورال ليسون العبره او الدرس المستفاد، تعالى لي يلا دي الاجابه الثانيه. هم 5 اجابات بس يلا. قال لك betrayal الخيانه is the main reason دي السبب الرئيسي behind all the events يعني السبب الرئيسي لكل الاحداث in the novel في القصه او الروايه. فرناند يا عمر ودانجلرز اند فيلفورت الثلاثه دول اللي هم كانوا وحشين. قال لك betray ادموند دول خانوا ادموند because of jealousy. قال لك بسبب ايه يا عمر؟ قال لك بسبب ان هم او بسبب الغيره. jealousy اللي هي الغيرة، وكمان greed الجشع and personal impassion دي يا عمر اللي هي ايه؟ قال لك بسبب الطموح اللي عندهم. كل واحد عاوز يبقى الرئيس، انا عايز مرسيدس، انا بغير منه. ماشي. قال لك بعد كده their betrayal هذه الخيانة destroys Edmund دمرت Edmund future دمرت مستقبل Edmund and sends him to prison وودته للسجن. شفت الخيانة بتعمل ايه؟ ماشي وشفت كل حاجه اهو. قال لك افتر اسكيبنج، ايوه هنبدا بقى اهو للعداله بقى، العدل بقى ان هو ياخد حقه والطقر اهو والثأر بتاعه. يلا بينا. قال لك افتر اسكيبنج Edmund devotes his life to punishing those responsible. قال لك devotes معناها كرس، يعني جعل حياته كلها punishing لمعاقبه those responsible، لمعاقبه يا عمر المسؤولين عن ذلك. قال لك however ومع ذلك he finally في الاخر العداله بقى هو. يلا he understands that revenge ان الطار يعني كانت erase. واحده يعني ايه يا عمر erase؟ قال لك erase قال لك معناها يمحو او يمسح. ماشي. فبيقول لك ان الطار اللي انا هاخده ده مش هيمسح ذا بين الالم بتاع الماضي، فمالوش لازمه. قال لك بعد كده قال لك the novel teaches us that true justice اهو العداله بقى. يلا يبقى انا لو لقيت كلمه فيها عداله اهو عرفت اهو الحته فين. true طب عمر معلش هو انا بقى لو عايز ابصمج يا ابني بصمج دي كده زي ما هي، بصمج اي كلمه من دول اديله الاجابه دي على طول كلها كده. بس يا عمر يا ابني اقعد احفظ، اقعد اقسم بالله تحفظها.
امسك سطر سطر كده احفظه، مش بدل ما تقعد تحفظ 15 سؤال في كل شابتر. طب تعالى، قال لك في الاخر العداله الحقيقيه should be balanced with mercy and forgiveness. العداله لازم تكون متوازنه مع الرحمه والتسامح. ثالث اجابه، قال لك لو لقيت كلمه hope knowledge and transformation، يعني ايه يا عمر؟ واحده بس، واحده بس، الامل ونوليدج المعرفه، خلاص، والترانسفورميشن ده يا عمر اللي هو التحول اللي حصل له. هو كل ده حصل بسبب مين يا عمر؟ تعرف تقول لي بسبب مين؟ الامل وكل اللي حصل له ده بسبب فريا اللي كان معاه في السجن. كلام في قمه الروعه. تعالى لي، قال لك لو لقيته بيقول لك كلمه الامل، لو لقيته بيقول لك كلمه ترانسفورميشن، لو لقيته بيقول لك فريا بيكلمك عن السجن، بريزون، تريشور الكنز يا عمر، نوليدج المعرفه، اديوكيشن الحاجات اللي هو اتعلمها في السجن، وتطور الشخصيه او الشخصيات اللي طورته وكانت متطوره في القصه، ارزع له الاجابه دي. One of the most important message، واحدة من أهم الرسائل of the novel للرواية is that hope and knowledge، إن الأمل والمعرفة one of the معذرة can completely ممكن change a person life، ممكن يغيروا حياة الشخص تماما. ماشي، قال لك even in prison، حتى في السجن، قال لك إدموند refuses to give up hope، إدموند رفض إن هو يتخلى دايما عن الأمل. قال لك أبا فريا teaches him، علمه language اللغات، history التاريخ، science and معذرة philosophy وكمان الفلسفة. he also tells him about the hidden treasure، بيقول لك إن هو أخبره عن الكنز المخفي thanks to knowledge، وكمان بيقول لك بفضل المعرفة والبيشنس الصبر and determination والإصرار إدموند transforms، إدموند اتحول from a poor prisoner، من إن هو فقير في السجن into a wealthy and powerful man، لشخص قوي وwealthy ثري، ويبقى wealthy معناها ثري. His story proves that education and hope are stronger than suffering. بيقول لك ان انا عندي هنا يا عمر في معذرة proves معناها تثبت، بيقول لك ان القصة بتثبت ان الاديوكيشن التعليم والهوب والامل دي اقوى من المعاناة. يبقى انا يا عمر لو شفت الابا فريا بيقول لك التحول اللي حصل في حياة ادموند المعرفة الامل، اديله الاجابة دي. تعال، قال لك بعد كده لو لقيت خلاص اخر اجابة، بص اهو دي ودي، ويلا بينا انا وانت نحل. تعالى اخر اجابتين. لو انا بقى كل ده بتكلم عن الحاجات الوحشه، بعد كده اتكلمت عن الابا فريا، طب قال لك بقى لو اللويالتي واللاف واند هيومن فاليوز، لو انا بقى عايز اتكلم يا عمر عن الولاء والوفاء كل الحاجات دي، ماشي. قال لك لو لقيته بيقول لك لولايتي، فريندشيب الصداقه، لاف الحب، مرسيدس، هايدي، ماكسيميليان حاضر او ماكسيميليان ماشي، جود كاركترز الشخصيات الطيبه، هيومن فاليو القيم الانسانيه، قال لك اديله دي. قال لك the novel highlights the importance، القصة أو الرواية بتبرز أهمية of loyalty، أهمية الوفاء، ولف الحب، honesty والصدق and kindness وكمان اللطف والطيبة. while some characters betray Edmund، لما في شخصيات أو عندما أو في وجود شخصيات خانت Edmund because of jealousy، بسبب الغيرة and greed والجشع، قال لك other في ناس تانية آخرين remain loyal to him، كانوا دايما لويال ليه، مخلصين ليه، زي مرسيدس ترولي لافز ادموند، حبت ادموند بصدق، بس اول ما فرناندو جه قال لها يا مرسيدس ادموند مش هيطلع تاني، قالت له طب يلا نتجوز. بعد كده الابا فريا قال لك sacrifices، يعني ايه يا عمر sacrifices؟ قال لك دي معناها ضحى، قال لك ضحى himself، ضحى بنفسه، قال لك ليه تو هيلب هيم عشان يساعده. ماكسيميليان موريل قال لك ده represents honor and loyalty، قال لك ده كان شخص يا عمر اللي هو يعني ايه بيحب ادموند وكان مخلص ليه، ماشي. قال لك بعد كده and Heidi and remains faithful، يعني ايه يا عمر faithful؟ قال لك معناها مخلصة، كانت دايما مخلصة تو ادموند، لادموند يا عمر. قال لك these characters، ثواني، characters show that true friendship، أظهروا إن الصداقة الحقيقية and loyalty are stronger، أقوى من، قال لك إيه بقى selfishness and hatred. طب يعني إيه يا عمر معذرة selfishness؟ قال لك دي معناها الأنانية، وhatred الكراهية. صعب فيها مشكلة دي؟ لا. تعال آخر حاجة يا عمر، لو قال لك بص بقى بيقول لك إيه، القصة في باراجراف واحد اهو، باراجراف ماشي، يبقى القصه اهي
في حاجة واحدة. يعني ايه يا عمر؟ يعني لو سؤال انت عطلت كلامي واضح جدا، لو سؤال انت عطلت فيه دب دي، لو سؤال انت عطلت فيه خش بالاجابه دي، لو سؤال انت عطلت فيه خش بالاجابه دي، خلاص دي فيها كل حاجه، وهو في السجن والامل والتسامح والخيانه وكل حاجه. فبص معايا، قال لك The Count of Monte Cristo ماشي tells the story of Edmond Dantès. القصة بتتكلم عن واحد اسمه إدموند a young sailor، ده بحار صغير whose bright future ليه مستقبل واعد وباهر is destroyed، يا عيني مستقبله اتدمر by betrayal بسبب الخيانة and injustice وما كانش فيه عدالة. he is imprisoned، ده اتسجن in Chateau d'If في سجن الشاتو اللي انا قلت لك عليه. قال لك وير ابا فريا تيتشز هيم، لما الابا فريا علمه القيم وعلمه المعرفه وعلمه ان هو ازاي يكون ريفيلز ذا سيكريت. يعني ايه يا عمر ريفيلز ذا سيكريت؟ ان هو كشف ليه سر مخفي ماشي اوف هيدن تريشور، عن الكنز المخفي يعني. طب افتر اسكيبنج، بعد ما هرب ادمون becomes the count of the Monte Cristo، بقى هو الملك الجزيره and uses his wealth، وبيستغل ثروته and intelligence وذكائه to punish those who betrayed، يعني في ان هو يعاقب الناس اللي betrayed خانوه. حاضر، بيقول لك eventually يعني ايه يا عمر، او دي معناها ايه ممكن تحفظها، وفي النهايه يعني he discovers that forgiveness، هو اكتشف ان التسامح هنا بيكلمك عن كل حاجه، وميرسي والرحمه and peace والسلام are more valuable، يعني افضل قيمه واحسن من الريفنج، من الصقر. قال لك the novel teaches that hope، القصه بتعلمنا الامل ونولج المعرفه وجاستس العداله and kindness والتعاطف والتسامح are the keys to a better life، ده افضل مفتاح لحياه جيده. ماشي، هنا قال لك لو لقيته بيقول لك سامري، قول لي ملخص، قول لي ثيم، احكي لي نبذه عن الموضوع اهو، قول لي الموضوع لو لقيت الكلمه دي والكلمه دي مهمه. لو لقيته بيقول لك لخص لي الستوري، مين ايفنتس الاحداث الرئيسيه، مين ايديا، مورال، كاركترز، ديفلوبمنت، اني جنرال كويستشن، اي بص اي سؤال عام، يعني اي سؤال انا يا عمر لقيت نفسي عتلت فيه اجري على طول ورزق والابش في وشه كده. تعال يلا نحل. compare قارن ادموند's حب بين امل ادموند with فيرناند jealousy، وكمان الغيره بتاعت فيرناند، يعني قارن لي ما بين ادموند وفيرناند. how do these two emotions lead to conflict، كان في هنا شعورين ادوا الى الصراع. give 2 points، ولا هو بيكلمك عن مين؟ عن ادموند ومين تاني؟ وفيرناند. تعالى لي فين ادموند وفيرناند؟ تعالى اهو يا لهوي، ايه ده فيرناند اهو، بص قوم شيل دانجرز دي وشيل فيرفورد وقوم حاطط له مين؟ حبيب قلبك فيرناند، وقوم مديله الاجابه دي. يلا انزل، ده اول سؤال. يبقى اول سؤال يا عمر فين الاجابه الثانيه؟ خلاص انت كده فهمتني. طب يلا بص، ليه بقول الاجابه الثانيه؟ لان انت لو طلعت على رقم 2 اهو، بص هتلاقي رقم 2 اهي رقم 2. طب يلا تعال حل، يلا بص تعالى بقى اي سؤال ماشي. يلا how do you think the promise of great wealth can motivate someone to survive hardships? give 2 reason. واحده تعالى. هو هنا بيكلمك عن ايه يا عمر؟ عن الثراء وان ازاي بقى ادموند بقى ثري، وان ازاي واجه المصاعب وكل الحاجات دي. هو دي كانت في ايه؟ انت دي عارف اجابه ليها؟ انا بكلمك عن ابا فريا لا، فيرناند لا، الخيانه لا، الانتقام لا. اطلع ايه يا عمر اللي تنفع الاجابه عامه؟ رقم 5. فين رقم 5 يا عمر؟ اهي نمبر 5. هتقول له كل ده اهو. بص تحكي الروايه كونت دي مونتي كريستو، قصه ايه؟ وهو بحار شاب مستقبله مشرق، دمر مستقبله المشرق بسبب الخيانه، معذره بسبب الخيانه والظلم، سجن في القلعه حيث علمه الابا فريا. ايوه، وبدا ياخد الكنز اهو، وبعد هروب اصبح ادموند الكونت دي مونتي كريستو، واستخدم ثروته اهي، الثروه اهي بقى، ويعاقب اللي خانوه كل حاجه. يبقى هنا يا عمر اهو واجه المصاعب بتاعته. ايوه، لما بقى ثري. ايوه، يبقى الاجابه رقم 5. كمل. How far do you think Edmond's revenge؟ ايه يا عمر الريفنج دي كانت موجوده فين يا عمر؟ اطلع كده اجيب الاجابه رقم 2 اهي، اقسم بالله اديله الاجابه دي. يلا وانت مغمض.
يلا بص، لو نقصت سؤال في لو نقصت درجه، واحده، انا اقسم بالله انا لا بجد. ماشي يلا. Who do you think deserved Edmund's greatest punishment? Why؟ بيقول لك من تعتقد انه استحق اشد عقوبات ادموند؟ مين اللي يستحق العقوبه من ادموند؟ اطلع هات لي مش انا هعاقب، ايوه هات لي الناس الوحشه اللي هو كان هيعاقبها. الناس الوحشه موجوده فين يا عمر؟ اهو في حته الطقر وحته الخيانه. يقوم مديني الاجابه دي يا حبيبي يا رسول الله. انزل يلا تعالى. يبقى احنا هنا ويا عمر هتبقى الاجابه برضو رقم 2. يلا بيقول لك هنا how do secondary characters reflect different moral perspective. واحده كيف تعكس الشخصيات الثانويه وجهات نظر اخلاقيه مختلفه؟ اذكر شخصيتين. هات لي الاجابه رقم 1. تعالى نطلع نشوفها. تعالى ها بص انا بقول لك ايه. ادموند هو بحار شريف مخلص وذكي، واصدقائه خانوه. يبقى هنا في ناس خانته اهو، وقال لك الابا فاريه علمه، يعني في ناس خانته وفي ناس علمته. تعال انزل يلا هات لي السؤال. هو السؤال بيقول ايه؟ كيف تعكس الشخصيات؟ تعكس الشخصيات وجهه نظر اخلاقيه، في ناس خانته وفي ناس علمته. يبقى هو دي الاجابه. يا جماله. يلا how does the novel represent the idea of justice؟ ايه يا عمر؟ ايه العداله؟ اطلع هات لي بتاعت العداله هتلاقيها في نمبر 2. هنا بيقول لك the novel presents the themes of hatred ماشي and envy ماشي. give two examples from the story. واحدة. قال لك that illustrate these emotions. For each example describe the situation and explain how it demonstrates hatred or envy. واحدة. هو هنا يا عمر بيكلمك عن ايه؟ تعالى كده بص. الكره عمر، وانا عرفت منين ان دي اصلا الكره؟ هننزل تحت وهوريك يا عمر ان دي، هوريك ان شاء الله ان دي معناها الكره، ما تقلقش. خلاص. هو الكره والحاجه دي مش كان ليها علاقه بالناس اللي بيكرهها؟ اطلع كده هتلاقيهم في الاجابه رقم 2. كمل. ثواني. Edmund was a grateful person. ده كان شخص ممتن جدا. Describe two situations from the novel that show his. الإجابة رقم 4. هو عاوز حد كان ممتن ليه، يعني حد كان بيحبه يعني. تعالى نطلع انا وانت كده للإجابة رقم 4. الإجابة رقم 4 فيها الحب كله اهو. عرفت يا عمر؟ قال لك والحب والصدق واللطف، وبينما تكون بعض الشخصيات ادموند بسبب الغيرة والجشع يبقى آخرون أوفياء له. فمرسيدس والأبا فارية وكمان ماكسيميليان اللي هو موريل اللي هو صاحب السفينة. ادي 3 شخصيات اهو. اديله 2 يا حبيب قلبي. يا لهوي لو غلطت هموتك. ماشي. طب بص هنا بيقول لك how do the reactions ماشي of dance friends and family. ايه ردود افعال اصدقاء دانس ادموند يعني والعائله بتاعته to his arrest لما اتقبض عليه؟ حاضر. فقول لي بقى ايه ردود افعاله. دي الاجابه الوحيده اللي انت معلش ايه هتعرفها كده، مع انك انت من احداث القصه هتجيبها بدماغك، بس لا انا مريحك وحاطط لك كل حاجه. قال لك his father والده and مرسيدس ماشي showed love and loyalty. اظهروا ليه الحب والاخلاص والوفاء، بس بعد كده مرسيدس قالت له يلا يا ابن الكلب امشي. طب while Ferdinand and Danglars showed jealousy الغيره and betrayal والخيانه. قال لك their reactions revealed their true. الكلام ده كله بيعكس الحقيقه. لا ايه ده؟ في ناس بتحبه وفي ناس ما بتحبوش. قال لك personalities والشخصيات. قال لك او كشف يعني عن شخصياتهم او حقيقه شخصيتهم and feelings والمشاعر toward Edmund ومشاعرهم نحو Edmund. خلاص دي بس اللي انا محتاجك تعرفها. Friendship is something difficult. الصداقة ده شيء صعب to find in the Count of Monte Cristo. Explain. الصداقة مين كانوا أصدقائه؟ فرناند فرناند ودانجلرز وخانوه. اطلع يلا هتلاقي الإجابة رقم 2. Edmund bright future مستقبل إدموند including forthcoming marriage and being a ship captain. وخلاص بقى هيكون هو كل حاجة على السفينة. فقال لك بيقول لك هنا إن هو مستقبله راح كله. فهنا بيقول لك ان هو خلاص مستقبله بقى داركنس، بقى محله الظلام. فبيقول لك اديني امثله. قول لي ان دانجلرز عمل ايه وفيرناند عمل ايه وفيلفورت عمل ايه. يبقى الاجابه رقم 2 اللي فيها كل الناس اللي كانوا وحشين. واي ديد فاريا ايه عمر فاريا؟ هو فاريا كان موجود كان موجود في الاجابه رقم 3. بيقول لك لماذا اطلع فاريا ادموند على سر الكنز وكيف غير الكنز حياه ادموند؟ اطلع هتلاقيني اقسم بالله كاتبها لك وهي الاجابه نفس الكلام ده كده. تعال. If you were in Velvort. ايه ده فيلفورت يا عمر؟ هي فيلفورت دي واحده بس. لو انت كنت مكان فيلفورت what actions you would take. ايه اللي انت ممكن او القرار اللي انت ممكن تاخده؟ بيقول لك قول لي قرارين.
ماشي، او سكور لي ده يعني في 2 بوينت، واحده واحده. قال لك دي بس ركز فيها، اقسم بالله سهله. هو مش فيلفورت ده خانه؟ انا معاك واحده واحده. مش فيلفورت خانه؟ ايوه. يعني انا ممكن يا عمر اطلع احط الحاجه بتاعت فيلفورت، ايوه، بس انا دي اجابه اصح. خلاص، عشان هو بيقول لك انت لو مكان فيلفورت، قال لك لو هنا انا يعني انت لو عطلت تحط الاجابه اللي هي رقم 2. خلاص، بس هنا قال لك if I were in Velvet، لو انا كنت مكان Velvet يعني place I would act، انا كنت هتصرف with justice معذرة، كنت هتصرف بعدالة and honesty، وكمان بضمير كده. ماشي. قال لك I would investigate، انا كنت هحقق the case carefully، في الحالة كويس جدا، في الجريمة and not let personal، ومش هسيب اي حاجه او مش هسمح ب personal interest لمصالحي الشخصيه affect my decision، تاثر على قراري. ده كنت اللي انا هعمله. يبقى انا لو كنت مكان فيلفرت انا كنت هتصرف بعداله شويه، وكنت هتحقق كويس جدا في القضيه، وما كنتش هخلي مشاعري تاثر عليا او مصالحي الشخصيه تاثر على قراري. طب يلا. How does Edmond Dante transformation، اطلع معذرة الترانسفورميشن يا عمر بتاع الجاستس. قال لك and vengeance، اللي هي يا عمر الانتقام. عمر هو ايه اللي كان فيها انتقام وكان فيها عداله وكان فيها كل الكلام ده كله؟ الاجابه رقم 2. اطلع شوف جاستس دي موجوده فين اللي هي العداله. يلا. What does the count final decision to forgive symbolize؟ ماشي. explain briefly، اشرح باختصار يا عمر ايه قرار النهائي يعني لإدموند. كان ايه القرار النهائي لإدموند يا عمر؟ اطلع هات لي الاجابه اللي كان فيها إدموند، هتلاقي الاجابه رقم 1، او ممكن تجيب لي الاجابه الاخيره اللي هي تنفع لاي سؤال في القصه، اي حاجه من دول. ماشي. يلا بص، يصعب عليا والله حد بيسال زي اللي كان هنا ده بيسال عن المراجعه وهو خلاص ليله الامتحان مثلا، او الامتحان كمان شويه لو هو بيتفرج متاخر يعني دلوقتي. ماشي. بص يا سيدي، بيقول لك هنا how did Dante relationship with Abba Faria. الابا فريا يلا كانت الاجابه رقم 3. يلا اطلع. ذا شادو، السجن اللي كان فيه الابا فريا، ايوه اطلع يلا على طول هتلاقي الاجابه رقم 3. Do you think Edmund should have abandoned ماشي the idea of taking revenge؟ اطلع الريفنج يا عمر كانت موجوده فين؟ كانت موجوده في الاجابه رقم 2. يلا. taking revenge الطار يا عمر كان موجوده فين؟ كان موجود في الاجابه رقم 2. Do you think Edmund should have waited for another chance instead of risking everything for freedom؟ بيقول لك explain your answer in detail providing at least two معذرة reasons supported by evidence from the novel. بيقول لك انت تعرف يعني ان ادموند ده كان المفروض انه ينتظر لفرصة بدلا من المخاطرة بكل حاجة من اجل حريته. اشرح اجابتك بالتفاصيل. لا، هو كان لازم يخاطر وكان لازم يعمل كل حاجة عشان الناس اللي اذته. ما هي الناس اللي اذته دي كان لازم ياخد حقه، فبالتالي مين الناس اللي اذوه يا عمر؟ كانت الاجابة رقم 2. خلصنا. اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد. الكلمات دي مهمة جدا. فورشين قال لك معناها ثروة، بيتريال خيانة، ويزدم حكمة، جريدي طمع. قال لك بعد كده انا عندي السينر، قال لك دي يا عمر معناها ان في شخص شرير، فهجيب له الاجابة اللي هي كان فيها الناس الشريرة كلها. معلش شيل دي. ثيمز اللي هي عمر الافكار. طب عندك بعد كده هوب الامل، بلوت مؤامره، ديسبير قال لك معناها يأس، بيتريال اللي هي الخيانه، لويالتي قال لك الاخلاص والولاء والوفاء، بيشنس العزم والصبر. ماشي. كونفليكت معناها الصراع، جالتي قال لك معناها مذنب، جاستس العدل، ميرسي الرحمه. عندك بعد كده تريزن اللي هي الخيانه، فورجيفنس اللي هو التسامح، اهي الكلمه اللي احنا خدناها فوق كانت لسه جايه دلوقتي. فينجانس قال لك معناها الانتقام، فينجانس الانتقام. تعال نكمل. قال لك جريد اللي هو الطمع، ساتسفيكيشن اللي هو الرضا والقناعه، ويجد معناها شرير، انمس قال لك معناها اعداء. قال لك بعد كده انجر معناها غضب، بيس بيس معناها السلام، هادريت قال لك معناها كراهيه، كاينس قال لك معناها عطف. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. كده اسئله القصه. ما تحفظش اي كلمه موجوده في اي مصدر. معلش الاسئله اللي انت تقعد تحفظها اقعد احفظ لي ال5 اجابات دول، ولما تخش الامتحان وتطلع والله هتدعي لي.
الحمد لله. ربنا يكبر بخاطركم، وباذن الله باذن الله هنعوض في الانجليزي. مش عايز اطول عليك اكتر من كده، عشان لو بتسمع الكلام ده في ليالي الامتحان او في مش في ليالي الامتحان، ما احنا في ليالي الامتحان اخر ليله يعني، اقصد قبل الامتحان وبتراجع، فعشان ما اطولش عليك قول ورايا: لا اله الا الله والحمد لله والله اكبر وسبحان الله ولا حول ولا قوه الا بالله. واخر حاجه ما تنساش انك تصلي على النبي. اخر حاجه عايز اقولها لك في حته القصه: لو مش هتحفظ غير اجابه واحده، احفظ الاجابه دي واحفظ الاجابه دي بس خلاص. اخر حاجه ما تنساش انك تصلي على النبي. يلا السلام عليكم، ويلا بينا نخش انا وانت على الباراجراف. يلا.